اخوان هاي مستشفى الولاده اللي يقولون ماخذيها داعش. وين داعش؟ مو احنا موجودين هنا؟ هاي مستشفى الولاده الساعه 1 ليلا اكو هواي ناس وبوق يخابرون يقولون مستشفى الولاده ساقطه وعابرين من جهه النهر وبيت الدكتور عبد الله صالح. بيت الدكتور عبد الله صالح هاي صف المستشفى صحيح يبعد عنا 20 متر. ماكو اي هيك راهنين عائله ما ادري شنو، ماكو هيك اخبار. هسه المستشفى مارسين دوامهم واكو مرضى هنا ودكاتره موظفين مارسين دوامهم وماكو اي شيء. وهنا نوجه رساله اخواننا يعني لا كل سالفه تاخذون بيها. وهاي ناس اليوم هاي صار 3 ايام هنا موجه من الاعلام ضدنا والرماد ساقطه وما ادري شنو جامع صدام وغيره وغيره ومستشفى صدام وهاي. يعني نطلب يعني تخلون الله شويه بين عيونكم. هاي الناس اللي تدمرت والعافت بيوتها وبالشوارع. يعني هسه ابسط شيء هذا الطفل والله العظيم شو اسمه اليوم ولادته اليوم يتشهق اكسجين ماكو الا رحنا جبنا له من تلفات الدنيا اكسجين كله بسببكم. هاي كله جاي يصير بسببكم. عوال والله طلعت اليوم رجعت يقولون والله نموت هنا ما نطلع على الذل اللي شفناه. خلوا الله بين عيونكم شويه. يعني رمادي والله بخير والله بخير. لو واقفين بايد واحده تلومون الحكومه. والله الحكومه وغير الحكومه والله لو واقفين ايد واحده ما كان صار هيك بينا. الحكومه ويعني شنو هاي والله راح نتخبل هنا. يعني خلونا لازمين هالبقن. هلا خلونا واقفين الناس الحراميه والبوق وكلها طلع عليكم. اول ناس انهزمت كانوا يهبلون وهاي هسه بينت من ابن الرماد الصحيح والهاي. اكو الله ان شاء الله. وترى الحمد لله وشكر رمادي هسه زينه يعني افواج موجوده. عندك اللواء الثامن قياده العمليات قياده الشرطه والناس الشرفاء الواقفه. تعزيزات جاي تجي الفرقه الذهبيه تعزيزات عمليات الخاصه كلها موجوده يعني مو بسهوله تسقط بيوم وليله. بس لو البوق وهاي هم ساعدهم عشان شايلين همنا. طلع بزين بس بعد لا يسال على الوضع ولا يسال على الرمادي وجزاه الله خير ولا يرجع ولا يريد رجعتهم. والله